السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام متتبعي قضية المسيرة الاحتجاجية اللي نظموها أبناء منطقة أيت بوغماز ولا منطقة جماعة تبانت اللي كتواجد في الإقليم ديال أزلال جهة بني ملال الخنيفرة. إذن هاد المسيرة اللي كانت فيها واحد الشعلة اليوم ديال الأمل، خصوصا أنه كان استقبال من قبل العامل ديال أزلال. إذن العامل ديال أزلال يعد بتنفيذ مطالب ساكنة أيت بوغماس. فمسيرة الكرامة والعدالة المجالية كيف ما تطلق عليها اللي نظموها أبناء دواوير أيت بوغماز إقليم زلال غادا تشهد ولا غادا تنهي واحد المسار احتجاجي سلمي مساء اليوم، بعد ما تم استقبال عامل الإقليم لممثلي المحتجين وتعهد بالاستجابة الفورية لجميع المطالب الأساسية ديالهم. إذن بعد ما وصلوا لأزلال في هذه المسيرة ديال الكرامة، هذه المسيرة ديال العدالة المجالية، فالعامل ديال أزلال كيتدخل وكيواعد باش أنه غادي ينفذ جميع المطالب ديال الساكنة ديال أيت بوغماس. إذا هاد المسيرة اللي تعاطفوا معها وتضامنوا معها معظم المغاربة دون استثناء، قاموا يعني بتحية هاد الأشخاص اللي نظموا هاد المسيرة، خصوصا أنها كانت مسيرة سلمية، والمسيرة كان الهدف منها وهو المطالبة بأبسط الحقوق والمطالبة بتوفير الحقوق اللي ممكن أنه تضمن لهاد الناس العيش الكريم. إذا كيف ما قلنا، أكدت اللجنة الإعلامية ديال هاد الانتفاضة ديال الكرامة والعدالة المجالية بأيت بوغماز بان هذا العامل ديال ازلال غادي السمع ولا يعني استمع الاهتمام والانشغالات ديال السكان، وعبر عن استعداده ولا استعداد السلطات الاقليميه باش انها تنزل كل المطالب المشروعه في اقرب الاجال، مما انهى المسيره برفع صوت العقل وتغليب الحوار. حتى هاد الناس كانوا باغيين غير الحوار، ما كانوش باغيين شي حاجه اخرى، كانوا باغيين غير قنوات يعني ديال الحوار وقنوات ديال التواصل، لا شيء اكثر. كانوا باغيين غير اللي يسمع ليهم واللي يفهم المطالب ديالهم يعني يلبي لهم المطالب، لحقاش ماشي شي مطالب اللي يعني اللي كتطلب انه خاص المال ديال الدنيا كامل، يعني مطالب اللي عاديه جدا، ومطالب اللي ما خصهاش تكون في الاصل كاع مطالب، خاصها تكون من ضمن يعني الحقوق ديال اي انسان وديال اي مواطن كيتواجد على التراب المغربي. اذا كيف ما قلنا في بلاغ ديال يعني اللي تعطى للراي العام، عبر ابناء ايت بوغماز عن الشكر ديالهم والامتنان ديالهم العميق لكل واحد ساندهم في النضال ديالهم السلمي، من الاعلام المغربي وكذلك القوى الديمقراطيه والمنظمات الحقوقيه، وكذلك الى عموم المتضامنين داخل المغرب وخارج المغرب. واكد البلاغ بان دعم الراي العام الوطني غادي يضفي واحد الدفء على القلوب ديال الساكنه، وغادي يرفع من المعنويات ديالهم، وغادي يزيد يعني من داك الرغبه ديالهم وكذلك المطالبه ديالهم بالحقوق والمطالب المشروعه، مشيرا كذلك الى ان الانتفاضه ستظل مستمره الى حين تحقق كافه المطالب المرتبطه بتحسين شروط العيش الكريم والبنيه التحتيه والخدمات الاساسيه، وضمنات المطالب اللي تم الرفع ديالها قبل المحتجون تحسين الطرق والبنيه التحتيه. اش قلت لكم راه مطالب اللي جد عاديه، طالب ماشي زعما كيطلبوش هاد الناس شي حاجه ما كيناش، كيطلبوا الحقوق ديالهم. كنهضروا على الطرق والبنيه التحتيه خصها تكون كاينه يعني من الديبار، ما خصهاش تكون كمطلب، يعني خصها تكون كاينه، لحقاش كاينين الساكنه كاين المواطن تما خص يكونوا له هاد الخدمات الولوجيه، وخص يكونوا عنده هاد الخدمات اللي هي يعني خدمات من المسلمات ما غتحتاج ان الناس يطالبوا بها. على اي فكذلك الناس كطالب بتوفير النقل المدرسي باش يقراو هاد ابناء هذه المنطقه، اللي هي منطقه اللي لطالما بينات على انها كتخرج ناس وعندها يعني ناس واصلين لمناصب عليا بفضل يعني ولا بحكم انهم ناس كيقراو، ناس اللي طلبه علم وناس مهتمين بالمجال الدراسي بصفه عامه. اذا كيف ما قلنا كذلك ما بين المطالب وهو الرفع من جوده الخدمات الصحيه، يعني الناس كيطالبوا بالتطبيب يعني الصحه، التعليم، وكذلك الطرقات والبنيات ولا البنيه التحتيه. كذلك بغاو التغطيه ديال شبكه الهاتف والانترنت، كيطالبوا بالريزو بهذا المعنى هذا. كذلك كيطالبوا الساكنه ديال ايت بوغماز باحداث ملاعب ومراكز ديال تكوين الشباب وبناء مدرسه جماعيه وسدود تاليه لحمايه الهضبه من الفيضانات. يعني هادو مناطق اللي هي كيكونوا فيها فيضانات، كيكونوا فيها يعني ثلوج وما الى ذلك، فخاص ضروري هذا الشيء ما يكون باش انه تكون حمايه اكبر لهاد الساكنه بصفه عامه. اذا كذلك كياتي هذا الحراك في السياق اللي
كتصاعد دعوات محلية لتحسين شروط العيش في المناطق الجبلية وتحقيق العدالة المجالية في توزيع المشاريع والخدمات العمومية. إذا هذا الشيء اللي كاين في هذه المسيرة ديال الكرامة. كيف ما قلنا اليوم كان استقبال من السيد العامل ديال الأزلال، فتح باب الحوار مع هاد الناس ووعدهم باش أنه غادي يتم تلبية المطالب ديالهم اللي هي مطالب مشروعة ومطالب معقولة، ونتمناو ان هاد الناس يتلبوا لهم هاد المطالب ديالهم، لحقاش كيف ما قلنا راه مطالب عاديه ومطالب اللي ما خصناش نعتبروها مطالب وانما خصنا نعتبروها حقوق، وخاصنا نعتبروها من المسلمات، خاصها تكون مادام انه كيتواجد فيها يعني هاد المنطقه فيها الانسان الا هو خص يكون فيها هاد الشيء، خص يكون فيها يعني الصحه، التعليم، كذلك الخدمات الاخرى، الطرقات، الشبكات ديال الهاتف والانترنت، كذلك الملاعب، دور الشباب وما الى ذلك، باش ان هاد الناس يقدروا يعيشوا بحالهم بحال جميع المواطنين المغاربه. فهاد الشيء اللي كاين، ولكم التعليق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.